احلى طبق مشاوي وسلطات ورز بسمتي مع صوت العصافير. خلطبيطة بالصلصة والسجق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة بقى هنعمل فيديو يعني اتعامل معاكم قبل كده كل خطواته، بس النهاردة بقى حبيت ايه اشارك معاكم اكلنا النهاردة. هنعمل ان شاء الله النهاردة فراخ مشوية وكفتة وسجق ورز بسمتي وسلطات. بما اني بقى النهاردة الجمعة، جمعة مباركة عليكم كلكم يا رب، حبيت بقى ان انا ايه اعمل لهم النهاردة فراخ مشوية. شوية مشاوي، يعني هنعمل كذا نوع مشوي النهاردة. انا اخترت النهاردة هشوي تبقى دبابيس فراخ واجنحة، عشان الدبابيس والاجنحة ما بتاخدش وقت في السوا، فحبيت بقى ان انا ايه استسهل النهاردة بما ان الجمعة واجازة، يعني فقلت بقى اعمل الاكلة دي على الشواية النهاردة، واعمل جنبها ان شاء الله سلطات ورز بسمتي. بصوا طبعا انا تبلت معاكم قبل كده الفراخ المشويه كذا مره اهو. اللي حابب التتبيله بتبقى ازاي يدخل على القناه ويشوف الفراخ المشويه عملتها ازاي. النهارده بس بوريكم يومنا عامل ازاي او غدانا كان عباره عن ايه. طبعا عايزه اقول لكم ان الاكله دي يعني كل فين وفين الواحد لما بيعملها. الفراخ المشويه لما بطلع الشوايه وبشوي اهو. اخر مره اكلت فراخ مشويه كان في رمضان. بصوا سلام على الريحه، بما ان بقى الجو شتاء فالدفايه بقى ايه، الدفايه الشوايه تنفع في الوقت ده تدفي المكان وتدفي الشقه بتاعتكم. ادي بقى كده اهي الفراخ زي ما انتم شايفين اهي ما شاء الله، يعني جميله اهي. دي تاني صينيه او تاني شوايه ارصها. في هنا اهو استوى زي ما انتم شايفين، دي كانت اول صينيه ارصها. عايزه اقول لكم كمان ما خدتش معايا وقت في السوا. ليه بقى؟ عشان كنت نقعاها في محلول ملح او في محلول نقع، كنت حاطه لها ميه وملح وخل، سبتها فيها حوالي 3 ساعات في قلب التلاجة، وبعد كده طلعتها ورحت متبلاها. طبعا لتاني يوم بقى في قلب التلاجة عشان تديني طعم الشوي اللي هو بقى. يا سلام، روايح بقى ايه، خلعتي من جلدك ليه يا اختي كده اهو. جميله 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 جميله، اكله بجد لازم تجربوها. اللي ما عندوش الشوايه دي يجيبها. بقلبها على كل النواحي علشان كله يبقى مستوي زي بعض. طبعا يا جماعه زي ما قلت لك محلول الملح ده بيساعد في السوا بسرعه، بيخلي اللحم طري. والله وانا بطلعها كان اللحم تحس ان هو يعني زي ما يكون مستوي معايا. ودي بقى الكفته بتاعتنا، انا اول مره اعملها ببقدونس. قلت بقى المره دي ايه، يعني معرفت فايده البقدونس بصراحه، حبيت ان انا ايه ادخلها ادخله معايا في الاكل اهو. انتوا شايفين دي كفته برغل يا جماعه، مش كفته لحمه، انا ضايفه فيها برغل. عملتها برضو معاكم قبل كده بس ما كنتش شويها على الشوايه، كنت عاملاها في الفرن. برضو هتلاقوا الطريقه في القناه. بصوا الجمال. بصوا بقى يا جماعه، دلوقتي انا خلاص خلصت الفراخ اهي خلصت. بصوا
بصوا بقى انا عامله ايه. انا بسخنها على بخار الميه. بصوا الحركه دي بقى او الخطوه دي بتعمل ايه؟ بتخلي الفراخ تسخن، دي اول حاجه. تاني حاجه بتخلي الفراخ لو ما كملتش سواها بتستوي. تالت حاجه بتخليها طريه كده ومش ناشفه. ليه بقى؟ عشان انا كنت بسخنها في الفرن، قبل طبعا ما اخلص كل الكميه اللي معايا بتكون بردت، فبضطر الناس كنت بسخنها في الفرن ادخلها الفرن. لا انا بقى يعني لقيت الخطوه دي احلى، بتخلي البخور بيخليها تطرى. كمان لو ما استوتش حلو معايا على الشوايه بتزيد سواها. انا دلوقتي مهديه النار عشان لسه ايه ما خلصتش الكفته، عبال الكفته ما تخلص تكون بقى ايه سخنت وفضلت سخنه كده وطريه معايا مش ناشفه. كفته برضو هعمل فيها كده برضو. اي حاجه بقى مشويه عموما يعني هعمل فيها كده، بسخنها على البخور. حله مش مصفى، يعني انا حاطه حله فوق حله مش مصفى، تحتيها حله فيها ميه، لا الحله اللي من تحت فيها ميه، اللي من فوق حله برضو زي ما انتم شايفين اهو. وادي بقى كده معانا اخر حاجه السجق اهو. خلصوا برضو، بعد كده نقدم الاكل بتاعنا بقى. سلطاتنا بقى اللي عاملينها جنب الاكله بتاعتنا النهارده. معانا هنا دقوس اهو. الدقوس عاملاه قبل كده برضو معاكم في القناه. طبعا طحينه، سلطه طحينه، وسلطه خضراء، سلطه المشاوي برضو اهي. وكمان معانا طاقع بابا غنوج اهو. وانا عايزه اقول لكم ان النهارده الرجيم بتاعي باظ او هيبوظ، رغم ان كله سلطات يعني ومشاوي، بس بابا غنوج في طحينه، سلطه الطحينه، وطبعا بطل الحلقه كمان العيش. انا اصلا ببطل اكل عيش، ما باكلش عيش، بس النهارده بقى هضطر ان اكل عيش، يعني ما ينفعش لازم اهو. نغرف بقى الاكل كله ونشوف السفره بتاعتنا. وده بطرمان الزيتون اهو. طبعا ده لسه ما استواش، فجاي معانا برضو في الحلقه النهارده. وادي الاجنحه، وادي الدبابيس، وادي الرز البسمتي، وادي بقى كل اكلنا، وادي السجق، ودي الحاجه الكفته والجرجير والبابا